دايما بيبقى صعب قوي لما يحصل تغيير كبير في النادي، او بمعنى تاني اعاده بناء، لكن كلنا عارفين ان ده شيء حتمي وكده كده هيحصل لاي نادي، وهات اي نادي في دماغك كمثال هتلاقيه حصل له كده. في الحلقه دي بقى انا جاي اكلمك عن تشيلسي، وهعمل لك دليل كده مفصل للي تشيلسي المفروض يمشي عليه عشان يعمل اعاده بناء صحيحه، بما ان يعتبر يعني كل حاجه بتتغير من المالك للاداره للمدرب للعيبه حتى نفسهم. فهو ده اللي انا هعمله لك. انت بقى اللي هتعمله انت تنزل تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب في الشانل وبس. اهلا بيك في كروس اوفر، انا عمرو زكي ويلا بينا. ابرز مثال في اللحظه دي كاعاده بناء ناجح هو ارسنال، وده اللي عايز ابدا اتكلم عنه. في موسم 19 20 لما خلص ارسنال كان مخلص مركز 8، وانا اسف يعني لو افكر مشجعين ارسنال بالذكريات الزباله دي، انا اسف. لكن في الموسم ده كان ارتيتا وصل عشان يبقى هو مدرب النادي، وكل انجازاته التدريبيه قبل كده كان ان هو مساعد جوارديولا بس. وساعتها كل حاجه في النادي كانت مختلفه عن دلوقتي، الاداره حتى جواها ناس اتغيروا، كل حاجه كانت مختلفه، وده هوريهولك قدام. لكن بعد 3 سنين من الشغل الصح والثقه في المدرب اللي انت راهنت عليه من غير ما يكون عنده اي خبرات سابقه لكن انت كنت واثق فيه، هتلاقي ان ارسنال ممكن يكون متصدر الدوري لما يكسب الماتش المتاخر له. هو احنا كلنا عارفين ان هو فيل فوق الشجره ووارد يقع في اي لحظه، بس برضه خلينا متفقين ان محدش كان يحلم باللي ارسنال فيه ده دلوقتي، خصوصا بالسرعه دي. في تشيلسي بقى التغيير اللي بيحصل هو وصول المجنون الامريكي تود بويلي. الراجل اشترى النادي الصيف اللي فات ومن ساعتها كل حاجه بتتغير. فعشان تغير صح وتعمل اعاده بناء صحيحه في 5 حاجات اساسيه ارسنال مشي عليهم اكلمك عنهم، وبعدين نروح لتشيلسي نشوف ايه اللي هم بيعملوه فيهم. رقم 1 مدرب جديد. طالما بتعمل مشروع جديد وبتعيد بناء الفريق فانت محتاج مدرب جديد يبقى هو ده الراجل بتاعك في الاخر في المرحله اللي جايه. طبعا في حاله ارسنال ده كان ميكيل ارتيتا، وخلينا متفقين ان حاليا نقدر ننسب لارتيتا جزء كبير قوي من الفضل اللي ارسنال وصلوا له، طبعا من غير ما ننسى اداره النادي والثقه اللي كانوا واثقينها فيه والصبر، لكن ارتيتا ينسب له جزء كبير جدا، لان ارتيتا في اول موسم ليه او اللي هو اول نص موسم هو خلص 8، وجه الموسم اللي بعده هو ما حسنش، هو برده خلص 8، ومثلا لحد دلوقتي ما بيروحش تشامبيونز ليج، بس انت شايف شغل صح، فساعتها الحكم بتاعك بيتغير مش بيبقى نتائج بس. رقم 2 يكون عندك مدير رياضي كويس هو اللي يدور الليله كلها من الاخر. في ارسنال الراجل ده كان ايدو جاسبر اللي كلنا شفناه برده في اول اور ناثينج ودوره وبتاع، الراجل ده ماسك مدير رياضي في النادي من 2020، ومن ساعتها وانت تلاحظ ان كل حاجه اتغيرت من ناحيه الكوره تحديدا، هتلاقي تغيير شويه في الفكر، هتلاقي تغيير في الصفقات، هتلاقي حاجات كتيره جدا مختلفه، لان الراجل ده عارف ان هو ينظم الدنيا حلو. رقم 3 اللعيبه والصفقات والفريق الكشافه بتاعك السكاوتنج تيم. في 2020 ارسنال قرر ان هو يمشي مدير التعاقدات بتاعه، وقرر ان هو يغير فكره شويه في التعاقدات، بقى يتعامل على الارقام اكتر. ساعتها قرروا ان هم يتعاقدوا مع شركه اسمها ستات دي ان اي. الشركه دي كل وظيفتها ان هي تحلل بيانات اللعيبه اللي فريق الكشافه هيجيبهم، لعيبه صغيرين ليهم بيانات، الشركه دي تبدا ان هي تحللها وتشوف مين اللعيبه المناسبه لاسلوب لعب ارسنال، فيبقى نسبه النجاح بتاعت اي صفقه عندك اعلى شويه. نفس الاسلوب اللي ليفربول ماشي بيه بقاله فتره طويله، هو كل حاجه بتعتمد على الداتا حاليا. رقم 4 التغيير في الطاقم التدريبي، لان الكوره بتتغير كل يوم، في وظائف جديده بتظهر، لازم تبقى انت دايما متابع، لازم يبقى عندك في الجهاز الفني بتاعك ناس مسؤوله عن ادق التفاصيل. بما اني لسه جايب سيره اول اور ناثينج، فكلنا شفنا في اول اور ناثينج راجل اسمه كارلوس كويستا في ارسنال، الراجل ده مسؤول التطوير الفردي، الراجل ده بيمسك كل لعيب يقعد معاه يقول له انت بص عندك مشكله هنا في كذا، انت هنا كويس في كذا، هنشتغل على دي احنا نحسنها ونشتغل على دي نخليها احسن كمان. فالشغل المان تو مان مع كل لعيب عندك مهم جدا، لازم يبقى موجود. حاجه تانية برده كمان كلنا ملاحظينها، ازاي ارسنال بقى مميز في الكور الثابته، عشان حاليا في الجهاز الفني عنده راجل كل شغلته ان هو يمسك الكور الثابته بس، يعلم الفريق ازاي يعمل منها لعبه حلوه، يعلم الفريق ازاي يدافع برده. فزي ما بقول لك كل يوم بيظهر حاجات جديده، وطالما انت بتعمل اعاده بناء فلازم تركز على حاجات التفاصيل الجديده دي كلها. رقم 5 وهي برده اللي بتحصل تلقائيا لما بتلاقي ان انت ماشي في ال4 حاجات اللي فاتوا بشكل صح، فبيبدا دماغك تتغير، فبتؤدي لتغيير عقليه النادي، او خلينا نقول برده تغيير الثقافه اكتر شويه، لان بيبدا النادي يتحول من ان هو مش فاهم هو فين، لان هو بيلاقي نفسه بيبدا يحقق نجاحات بسيطه، فبيبدا الطموح يعلى، يبدا يصدق في نفسه، يبدا يقتنع ان انا خلاص انا هرجع انافس تاني، الجماهير تبدا تصدق في ده. من كام سنه كنا بنشوف ارسنال ما بنحسش ان في اي حاجه بتختلف، اللي هو النادي كله عايش في المود بتاع انا موجود يا عم معاهم في الدوري، لكن دلوقتي الجماهير مصدقه ان احنا ممكن نكسب الدوري عادي خالص. ودول كانوا ال5 حاجات الاساسيه اللي ارسنال طبقوها عشان يوصلوهم للي هم فيه ده. تعال بقى نعكس الصوره على تشيلسي ونشوف ايه اللي بيحصل فيهم. فرقم 1 مثلا الحوار المدرب الجديد، تود بويلي فعلا جاب المدرب الجديد بتاعه اللي هو زي ما بقول لك الراجل بتاعه بتاع المشروع بتاعي هو جراهام بوتر، وعكس كل اللي احنا متعودين عليه في تشيلسي، فكره المدربين في تشيلسي بيجوا دايما بشورت تيرم بروجكت كبرهم 2 3 ده لو وصلها يعني يكملها، لكن جراهام بوتر كل الكلام اللي جاي عليه ان الراجل ده جاي 5 سنين على الاقل، وكل الاخبار اللي بتتسرب عن ان هو هيمشي او بتاع دي بتطلع تتنفي على طول من الناس من الاداره، احنا واثقين في جراهام بوتر والراجل ده مكمل. وده جديد على تشيلسي ان انت تبقى شايف مدرب وحاسس انه فعلا ممكن يطول. رقم 2 موضوع المدير الرياضي، اول ما تود بويلي وصل مشى مارينا جرانوفسكايا وبيتر تشيك اللي هم كانوا مسؤولين عن الفريق وقتها، وحاليا بقى في 2 تانيين مسؤولين عن اداره فريق الكوره، لورنس ستيوارت وكريستوفر فافال، واحد جاي من موناكو وواحد جاي من لايبزيج، فرقتين برضو عندهم نفس العقليه بتاعت ان احنا دايما بنبني، فالاثنين دول خلوا بقى في شكل كده وهيكل
هيكل للنادي في اداره فريق الكوره، ما بقاش تود بويلي هو اللي موجود بيعمل كل حاجه بنفسه. رقم 3 موضوع الصفقات، هتلاقي فعلا شويه في تغيير. خلينا متفقين ان وقت رومان ابراموفيتش ومارينا ساعات كنت بتلاقي صفقات جايه انت مش فاهم ايه لازمتها، زي الصفقات الكتيره قوي اللي كانت اتعملت سواء لامبرد او توخيل. لكن دلوقتي لعيبه جايه انت فعلا محتاجها، عندك مشاكل في نص الملعب رحت جبت انزو، عندك مشاكل على الاجنحه رحت جبت مودريك وجبت مودويكي، انت فعلا كنت محتاج اللعيبه دي، عندك مشاكل في الهجوم جبت جواو فيليكس، عندك مشاكل في الدفاع جبت بادياشيل. فالصفقات جايه، هو ممكن يكون صرف مبالغ فيه بس فعلا الفريق محتاج، يعني انت بتصرف كتير بس زي ما بقول لك اللعيبه دي جايه عشان فعلا جراهام بوتر محتاجهم. واكبر دليل ان الصفقات دي جايه وهو اللي عايزها فعلا ان اول ما وصلوا بيلعبوا، مودريك اول ما وصل شارك كاساسي، مودويك برضو نفس الكلام، انزو فرنانديز على طول. وده طبيعي، اي مدرب جديد بيحتاج ان الصفقات تتغير معاه طريقتها لان لازم اللعيبه تيجي تناسب اللي هو عايزه. رقم 4 اللي اتكلمنا عنه موضوع الطاقم التدريبي، واعتقد ان جراهام بوتر جاي بفريقه اللي كان معاه في برايتون، وبرايتون عامه متطورين في الموضوع ده، فهم عندهم التفاصيل الصغيره دي فعلا. يفضل الحاجه الخامسه وهي تغيير ثقافه النادي. لما الفريق ده يبدا يكسب هتلاقي ان الناس بتبدا تصدق ان تشيلسي ممكن يرجع. الموسم ده كده كده هو فتره انتقاليه وده هيعاني فيه تشيلسي، زي ما قلنا ارسنال عانى في الاول وخلص تامن في الموسم اللي بعده برده، فده وارد ان هو يحصل. بس مع الثقه في المدرب وتلاقي ان انت واحده واحده نتائجك بتتحسن، هتبدا الثقافه تتغير، هتبدا تاني تصدق ان انت ممكن ترجع. لان حاليا انت في تشيلسي انت ماشي على المود اللي هو بتاع زق الدنيا كده بس معايا لحد ما تبدا تجيب نتائج، النتائج هتجيب ثقه، الثقه هتخليك تبدا تنجح. لكن زي ما بقول لك اهم حاجه الصبر، لان كل اللي فات ده كلام على ورق، لو مفيش صبر من الاداره على جراهام بوتر فانت هترجع تعيد كل ده تاني. واشهر كلمه بتتقال على موضوع اعاده البناء تراست ذا بروسيس، لسه بدري قوي. فبس هنشوف تشيلسي هيروح على فين وبس كده. هو ده اللي كان عندي عن اعاده بناء تشيلسي، زي ما قلت لك عملت لك دليل كامل عن كل التفاصيل. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير، ما تنساش تعمل سبسكرايب، وبس كده، سلام.